انت بتصور؟ طب استنى ادفع مدفع. استنى ما اعمله بتاعت اللي معمله يا خلاص. استنى كل الخلاط عايز 200 جنيه. تأثرت زيادة. تمام جميل. تمام جميل. جميل جميل. طب يلا عشان نوصل ده خليك مكمل كمان عشان تبقى تقص. لا لا طب والله ممتاز. ايوه كنت ماسكه غلط، ظبطت الحزمه. انزلي. هو فين المتاجر؟ استنى عبد عشان اعديها. شايفه العلامتين دول؟ ايدي عليه. ماشي. ادي حاجه ثانيه. انزلي كده كده. لازم كده. كده. بعد تنزلي. جاء السيد والمدير. 23 و24 و26 يا بابا 23 و24 مرة بقى 26 28 ان شاء الله بقى اختاروا بقى يوم بقى زي الشهر بالظبط. يا نهار ابيض ده شهر 28 بقى بقى على سهل كفايه يا عم والله هبدا انا استنى يا مروه عشان انا اتخلقت. مش هو داخل خايف وبتلاقي صوت مش انا هخش واعمل ازاي؟ استنى اصبر يا مروه. اقف عادي. هيخاف حتى ولا داخل عليه بمس. اقف هنا يا ماشي. انا داخل عليك. خش عليا. ما تقعش عليا. حاضر والله. ما تقعش عليا. بحنيه والله. بس ايه؟ يلا يا مروه. يلا هجيب الفيلم. بتعملي ايه يا مس مروه؟ احنا جبنا يا مس مروه. ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خشوا في الباب. زي ما شفتوا في بدايه الفيديو، من الضروري جدا ان الاباء ينقلوا خبراتهم للابناء. انا عندي خبره في الفنون القتاليه بناء على دراستي اصلا في كليه التربيه الرياضيه، وكان تخصصي هو المنازلات الفرديه، اي الالعاب القتاليه الفرديه. ضروري جدا ان الاب ينقل خبراته لابنه. معنا عبد الرحمن المسؤول عن الصور المصغره والاجراءات الالكترونيه في قناه وفر فلتك منوعات، وانا اخوكم باسم باد صاحب قناه وفر فلتك منوعات. واهلا وسهلا بكل متابعي قناه مع مروه، المتابعين الجمال الامامير اللي زي الاستاذه مروه بالظبط. هذه الخبرات لا تكسب الشاب فقط معلومات وخبرات في الحياه، بل تديله امل في الحياه، تديله ثقه في والده، وبتخلي ابوه هو يبقى قدوه. وانا بدعو جميع الاباء ان هم يكونوا فعلا قدوه. يعني انا حتى لو هعمل حاجه غلط ما اعملهاش قدام ابني ابدا، ولا احكي ابدا قدام ابني. لازم الاب يبقى قدوه لابنه. النهارده خصيت بالذكر الفنون القتاليه عشان احنا قرينا في الايام اللي فاتت عن 2 شباب زي الورد، والاثنين توفاهم الله سبحانه وتعالى. ربنا يتوفاه. الاولاني بالضربه القاضيه في الراس. الضربه القاضيه في الراس دي يا جماعه كانت نتيجه مباراه في لعبه الملاكمه. لعبه الملاكمه من اخطر الالعاب الرياضيه، وانا شخصيا كنت بمارس لعبه الملاكمه. زي ما قلنا، نقل الخبرات من الاباء للابناء مهم جدا، ومن اهم هذه الخبرات اللي تكتسبها الاب. طبعا يعني دايما ابنائنا احنا بنقول لازم ننشئ ابنائنا على القوه البدنيه. واحنا بنقول له اهم مرحله من مراحل الانسان لعب الرياضه هي مرحله سن المراهقه. سن المراهقه هو السن
الذي يبدا الجسم فيه في النمو بسرعه كبيره جدا، هو ده السن الخطر بالنسبه للشباب. هو ده السن اللي لازم كل الاهالي توجه نظر ابنائها للعب الرياضه، وخاصه الالعاب القتاليه. انا بقصد هنا الالعاب القتاليه ان اتعلمها كوسيله للدفاع عن النفس، لكن انا شخصيا بناء عن خبرتي وبناء عن دراستي في الكليه انا لا ارشح ابدا ممارسه الالعاب القتاليه كنوع من انواع الرياضه الاحترافيه او الدخول بها في مسابقات رياضيه، لان حتى على المدى البعيد يعني احنا ما هظهرش التاثير في الوقت قريب، بيظهر التاثير على المدى البعيد وفي الاعمار المتقدمه. يعني اللي ما شافش محمد علي كلاي اللي هو كان بطل العالم في الملاكمه يتفرج عليه النهارده ويشوف الشلل الرعاش اللي هو كان فيه، يشوف الابطال الرياضيين الكبار اللي مارسوا رياضات قتاليه عنيفه زي الملاكمه، زي الكاراتيه. الكاراتيه يعني اقل من الملاكمه، بس الملاكمه دي من الرياضات اللي انا ما بنصحش بيها الشباب نهائيا، بتعمل اضرار في المخ على المدى البعيد بصوره مدمره. دايما لازم ابنائنا يا جماعه يتعلموا فنون الدفاع عن النفس، دي بلا شك بتكسب الشاب ثقه بالنفس، قوه بدنيه، بتديله قوه اراده. كمان الناس المهتميه بابنائها اللي هي عاوزه ابنائها تنجح في الدراسه وتتفوق، عليك بالرياضه. طيب الابن مش متفوق في الدراسه، عاوز يتفوق في الحياه، عليك بالرياضه. لعب الرياضه هو الوسيله الفعاله والامنه اللي بتواجه بيها ابنك للتفوق في الحياه عامه. انا ما بقولش التفوق في الدراسه هو منتهى الامل، التفوق في الحياه. ابني لما ينشأ شخصيته قويه، شجاع، له قوه في شخصيته، له قدره على التحكم في جسمه وفي ذاته، هيبقى انسان صالح، انسان مش انت بس اللي هتعتمد عليه، لا كمان هو ده اللبنه الاساسيه في بناء المجتمع وبناء الدوله. هو ده الاساس اللي الدوله والمجتمع تنشأ به افراد قويه قادرين على بناء الدوله، قادرين على الدفاع عنها، هم ابنائنا وخاصه في سن المراهقه. انا لاحظ الشباب اليومين دول مهتم قوي 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 بالمظهر الخارجي. بتلاقي الشاب يا عبد الرحمن شعره ايه كده ومش عارف ايه وعامل كده وماشي ازاي بقى؟ احنا عايزين نسمع عبد الرحمن برضك وهو بيتكلم. ماشي كده ورجليه قد كده اهو. عبد الرحمن طبعا بيمارس الرياضه على فترات متقطعه، بس على صوتك بس عشان المايك. باذن الله من النهارده انا هبدا يعني امارس الرياضه على طول. ايه السبب بقى؟ ايه السبب اللي خلاك النهارده كده تفوق وتقول لازم العب رياضه بقى وكده ومن النهارده؟ اول حاجه بتخليك تصحى بدري، تمام؟ يعني ما بتخليكش تسهر بالليل على النت ومش عارف ايه، لان ده كله تضييع في الوقت. فهي الرياضه بتستغل وقت فراغك في حاجات مفيده وحاجات مهمه، وبيبقى وقت الصبح ده فيه بركه كبيره جدا. وحتى لو ما لعبتش رياضه ممكن تصحى الصبح تذاكر، هيبقى احسن لك من انك تذاكر بالليل او تعمل شغلانه بالليل مثلا. بالنسبه لزمايلك انت وزمايلك، الشاب الرياضي والشاب اللي مش رياضي بيحس بايه؟ يعني ازاي؟ يعني انت كشاب رياضي وجسمك قوي وسط زمايلك بيبقى عندك شعور ازاي؟ نشاط اكيد طبعا، بيحس بثقه اكبر. برافو. واحس ان انا لو مثلا دخلت خناقه او عركه، طبعا الواحد يتجنبها على قد ما يقدر، بس لو خلاص هو اكبر لا هيقدر يسد وهيقدر يدافع عن نفسه. طبعا عاوز اقول ان الشاب الرياضي القوي بدنيا صوته واطي، مؤدب، عنده قدره على التعامل مع المواقف الصعبه والظروف الطارئه في اي لحظه، لان جسمه مساعده. طيب النقطه العلميه بقى اللي عاوز اقول لكم عليها ان ممارسه الرياضه بتنشط الدوره الدمويه. الدوره الدمويه لما بتنشط في الجسم بينشط كمان الدوره الدمويه في المخ، فتنمو خلايا المخ نمو سليم، ويكون التفكير وردود الفعل والاشارات اللي تصل من المخ للعضلات تكون سريعه جدا، بناء على ان الجسم اصلا سليم، والمسارات العصبيه الموجوده ما بين المخ والعضلات مسارات سليمه منضبطه تتلقى الاشارات بسرعه واستجابه عاليه. عبد الرحمن طبعا بالاضافه لانه رياضي هو المسؤول عن الصور المصغره في قناه وفر فائدة منوعات، واحنا في قناه وفر فائدة منوعات بنقدم كل الدعم لكل القنوات الهادفه، سواء قناه مع مروه سواء اي قناه هادفه. وعاوز اقول لكم قناه مع مروه من القنوات اللي فعلا قدمت صوره مشرفه للريف المصري بجماله. الريف المصري اللي تم اهماله في وسائل الميديا، وتم اظهار الفلاح المصري بصوره يا كوميديه يا مستهتر
يا جاهل، ولكن مع قناه مع مروه صدقوني هتلاقوا صوره حقيقيه للمراه الريفيه والانسان الريفي الذكي المتعلم المثقف. وهنشوفوا مع قناه مع مروه حيوانات الريف المصري، الحيوانات البلديه والمحليه اللي احنا بندعو كلنا ان احنا نرجع لربنا تاني من اول وجديد. تحيه كبيره جدا وتحيه ودعوه مني انا والاستاذه مروه طبعا تدعوكم للبدء فعلا في ممارسه اي نوع من انواع الرياضه، حتى لو كان المشي مسافات طويله. وما ننساش يا عبده، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت برضه ما تنسوش تكتبوا تعليق حلو وتزوروا قناتنا قناه وفر حمايتك من النوعات الرئيسيه. طب واحده بقى لبان قبل ما نسيب الجمهور. يلا بينا. يلا بينا، انتوا مستعجلين. يلا. يلا. طب انا عاوز تعالى بقى، تعالى بس نقف هنا. هديله كده احسب كده، هو احسب كده. لا مش هقدر. النهارده هديكم حاجه بسيطه جدا ومعلومه ظريفه خالص. هديكم معلومتين بسيطه جدا. لو الانسان اللي قدامي بيوجه لي ضربه بايده اصدها ازاي؟ انا واقف اهو، اضربني يا عبد الله في وشي. بتوجه بايديا كده. تاني يا عبد، بس بطيء، خليك بطيء. طب لو معاه عصايه؟ ان فلنفترض انك معاك عصايه. يعتبر ايدك عصايه. ما هربش مني، ما ارجعش لورا، لا الزق فيك كده. اضربني كده بالعصايه، لا يمكن. يبقى خدنا معلومتين بسيط جدا، وباذن الله نديكم معلومات اكتر. لو واحد يضربني برقميه بمنتهى البساطه اقدر ابعدها بايديا. لو بالعصايه اوعك تبعد عنه نهائيا، لان قوه العصايه في الطرف. ولازم الزق طبعا في جسمك. ولازم طبعا ما تكونش خايف. لا لازم تكون خايف. الرياضة طبعا لازم كلنا نلعب رياضة على قد ما نقدر. رياضة مهمة جدا سواء البنت أو الولد. هي الرياضة مش مهمة بس للولد، كمان البنت عشان تقدر تدافع عن نفسها كويس في الوقت اللي احنا فيه ده مطلوبة. مش شرط رياضة قتالية ولا حاجة، أي نوع من أنواع الرياضة اللي تقوي الجسم وتخلي فيه تنشيط كده للدورة الدموية. عايز ازود عشان حاسه اصلا ان هو خفيف كده. صغير. صغير؟ ايوه. حطه قدام ولا ورا بقى؟ ايوه واحده كده واحده كده. واحده عندك واحده كده. لقيت الحديد خفيف يا جماعه. انا حاسه ان بقيت قويه من كتر ما بشيل حديد وبلعب رياضه، فبالتالي لازم ازود شويه عشان احس ان انا قويه اكتر. مش تشجيع كده ولا حاجه؟ حسيت بالايد تقل فعلا، بقى تقيل فعلا. ازود كمان، ازود كمان، ليه لا؟ لحد بقى ما اوصل لمرحله ان انا ما عدتش قادره اشيل، مش هكمل. كفايه كده، كفايه.